السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان بناء على طلب الكثير من مشاهدينا امبارح لما تحدثنا عن القوات المسلحة المصرية، قالوا ان هم ملحقوش يلقطوا الارقام والمعلومات اللي احنا قلناها في وسط حوارنا مع عدد من القادة السابقين لافرع القوات المسلحة او جزء من افرع هذه القوات. فبالتالي النهارده قلنا هنقدم لحضراتكم بعض هذه المعلومات في دقائق قليله نحاول نهضم بيها اللي هو موجود. القوات المسلحه المصريه بتصنف على انها الاقوى عربيا وافريقيا، وفي المركز ال13 من حيث القوه على مستوى العالم، وفي المركز العاشر من حيث عدد الافراد البالغ 468 ألف. الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم، بدأ أول حروبه لتوحيد مصر على يد الملك مينا سنة 3425 قبل الميلاد، يعني عمره أكتر من 5000 سنة، وخاض حروب مهمة جدا وحروب استقلال كبرى، منها معركة المنصورة، عين جالوت، الحرب المصرية العثمانية سنة 1831، الثورة العرابية، الحرب العالمية الثانية، وحرب 48 وحرب 67 وحرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر العظيم سنة 73 وحرب الخليج. مصادر معدات الجيش المصري متعددة من الولايات المتحدة، روسيا وفرنسا وإيطاليا وأوكرانيا والصين وبريطانيا. معدات كتير بيتم تصنيعها في مصر زي الدبابات M1 أيبرامز. المعاهد الدولية بتقول القوات المسلحة المصرية شهدت تقدم كبير مقارنة بوضعها في حرب أكتوبر. يعني احنا شايفين قدامنا الدبابة التي 60 اللي هي من الدبابات اللي هي تعتبر موجودة في مصر، أكبر عدد من الدبابات موجود من التي 60 ده، غير الام 1 اي 1 أو الام 1 ايبرامز، وعدد تاني موجود من الدبابات والمدرعات المصرية. المعاهد بتقول القوات المسلحة المصرية شهدت تقدم كبير مقارنة بوضعها في حرب أكتوبر، وده أثار قلق إسرائيل بسبب تحسن نوعية القوات المصرية خاصة في السلاح الجوي. تقرير لهآرتس قال عدد طيارات الاف 16 في مصر بيضاهي اللي بتملكه إسرائيل، ومصر بتتفوق على إسرائيل في عدد الدبابات والطيارات والسفن. اللي طارت دي متهيألي الاف 16 طارت وعدت. القوات الجوية هي الأكبر حجما في إفريقيا والشرق الأوسط، وبتيجي في المركز الثاني بعد إسرائيل تكنولوجيا، وسابقة تركيا تكنولوجيا وعددا وعدة وقدرة نيرانية، وبتمتلك 1212 طيارة ما بين مقاتلة وقاذفة. العمود الفقري للقوات الجوية المصرية 220 مقاتلة F-16 فايتنج فالكون الأمريكية الصنع، وتم شراء 20 طيارة بلوك 50-52 أواخر سنة 2009. مصر هي رابع أكبر مستخدم في العالم للطائرات الاف 16. طبعا عندنا طائرات أخرى مقاتلة غير الاف 16 هي الميراج 2000، وتم تطوير الطيارات الفانتوم اف 4 والميراج 5 والسي 130 هيركيوليز وطيارات الإنذار المبكر. مصر بتصنع طيارة التدريب كي 8 اي الصينية بموجب رخصة تصنيع، وصل نسبة المكون المحلي في تصنيعها لأكثر من 95%، والحقيقة أنا شفتها شخصيا في الهيئة العربية للتصنيع وهي بتصنع. طبعا بنحاول ان احنا نستبدل الطيارات الميج 21 واف 4 القديمة، ويعتقد ان الميج 29 هي اللي ممكن تكون بديل. بالنسبة للطيارات الهليكوبتر، يعني عندنا طبعا الطيارات الايروسباسيال جازال اللي بتصنع برخصة من فرنسا، بالإضافة للهليكوبتر مي 8 اللي بتستخدمها القوات الخاصة ومي 17. الفترة اللي فاتت سمعنا كتير عن الهليكوبتر الأباتشي، وخصوصا لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية واقفة 10 طيارات أباتشي المفروض أن مصر كانت تحصل عليهم عشان خاطر عملية منع المساعدات اللي بتقدم لمصر بسبب أحداث 30 يونيو. وكانت برضو الولايات المتحدة الأمريكية كان في طائرة أباتشي موجودة بيتم إجراء أعمال الصيانة ليها وما كانتش بتعود لمصر، ولكن تم أيضا الإفراج عن هذه الطائرة عشان خاطر تعود لمصر.
ما ننساش ان مصر اطلقت القمر الصناعي ايجيبت سات 2 للاستشعار عن بعد، وده ليه دور مهم جدا سواء كان في الاغراض العلميه او اغراض مراقبه الحدود المصريه. والطائرات الاباتشي زي ما احنا شايفين دي من الطائرات اللي بتستخدم في العمليات المهمه جدا ضد الارهابيين وخاصه في سيناء. الدفاع الجوي المصري، مصر عندها زي ما قلنا امبارح نظام حديث للدفاع الجوي وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات وأكبر حجم صواريخ أرض بعد الصين وروسيا والولايات المتحدة. عندنا 390 منصة صواريخ سام 2، وعندنا برضو صواريخ سام 3 240 منصة و56 منصة صواريخ سام 6. مصر داخلة في مفاوضات مع روسيا على نظام يقال ان هو الاس 300، ولكن اعتقد حسب معلوماتي ان الطلب على الاس 300 ما بقاش هو اللي طلبته مصر، لان بنطلب ما هو احدث منها وهو بدايات الاس 500، وان شاء الله يتحقق ده. واحدة من اقوى شبكات الدفاع الجوي في العالم نظرا لتنوع التسليح في مصر من شرقي وغربي ومصري الصنع، تخلي من الصعب او المستحيل اختراق الأجواء المصرية، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية صنفته على أنه أعقد منظومة دفاع جوي في 2008 وأقوى نظام دفاع جوي في العالم حسب تقرير الناتو 2005 وتقرير CIA 2008. وتم تصنيف شبكة الدفاع الجوي المصري على أنه الشبكة الأكثر تعقيدا في العالم حسب تقرير الأمم المتحدة سنة 2010، ده لصعوبة اختراقه بالتشويش والتدخلات. بالنسبة للبحرية، مصر عندها أكبر قوات بحرية في إفريقيا والشرق الأوسط، سواء من الفرقاطات أو الغواصات ومكافحات الألغام والقوارب الصاروخية وزوارق الدورية. مصر عندها الفرقاطات نوكس وبيري و4 قطع من الزورق الشبح أمباسادور MK3، ومصر هي المالك الوحيد لهذا الزورق، ولا يجوز لأي دولة شراء أي نسخة منه بدون موافقة مصر. وهذا الزورق أساسا لما تم تصنيعه ويتم تصنيعه عشان خاطر يتوائم مع ما تتطلبه مصر واحتياجات مصر. الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي قال إن الأسطول البحري المصري أكبر 3 مرات من الإسرائيلي، ده غير ان مصر هتحصل على 4 غواصات 209 دولفين 209 من ألمانيا و2 فرقاطة ميكو 200، وفي مفاوضات على 4 كورفتات قتالية جديدة. قواتنا البرية عاملة ازاي؟ في عندنا 480 ألف مقاتل في الخدمة و800 ألف مقاتل احتياط، ده أكبر جيش بري في إفريقيا والشرق الأوسط، بيمتلك 4870 دبابة قتال و2760 مدفع وفرق خاصة شاركت في مناورات كبرى مع الولايات المتحدة وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا. 10 دراسات أمريكية صدرت عن مقدرة القوات المصرية في مناورة بدر 96 بنقل حجم كبير منها خلال 6 ساعات لوسط سيناء والوصول لحالة الاستنفار الهجومي خلال 11 دقيقة. مصر عندها 1130 دبابة M1A1 Abrams الأمريكية، والعدد ده متوقع ان هو يوصل ل 1500 دبابة خلال سنة 2016. والدبابة دي يمكن عندنا بسبب برضو التوترات اللي حصلة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، معناها إن متوقفة عملية التصنيع والتجميع اللي بتحصل، ولكن إن شاء الله تعود سريعا. وعندنا طبعا التي 62 النسخ المطورة منها اللي احنا شايفينها، وتي 80 سوفيتية الصنع. ومصر بتصنع دبابة أخرى يمكن تكون أقل قدرة من باقي الدبابات لكن قدراتها تم تحسينها، هي الدبابة رمسيس 2. وعندنا طبعا زي ما قلنا الصواريخ أرض أكبر عدد موجود عندنا بعد الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. يعني ده كده في ملخص بسيط، يعني مش هنقول إن هو يعني موجز، يمكن يكون أو أتمنى انه ما يكونش هذا الملخص بيقلل من حجم ما هو مفروض يتوافر لدينا من معلومات، لكن بنقول ده عشان نبقى عارفين جيشنا شكله عامل ازاي، حجمه عامل ازاي، ممكن نتعامل معاه ازاي وعلى اي اساس. طبعا في حوالينا بتدور
كم من الامور والحاجات اللي بتؤكد ان هناك مؤامره مش بس دائره على مصر، لان المعلومه دي مش معلومه جديده، ولكن المعلومه الاكيده ان المؤامره مستمره. بتشارك فيها جهات كتير، دول كتير، اعلام كتير، وتقارير بتطلع كل شويه تتكلم على كلام يعني اعتقد انه مهم ان احنا نبقى عارفينه ويبقى داير جوه اذهاننا. بالمناسبه الامن ضبط شخص اخواني في المنيا كان معاه 3 صناديق خاصه بالانتخابات مستولى عليها، كان من مركز شرطه ابو قرقاص خلال احداث الشغب اثناء فض اعتصام رابعه والنهضه، وكان معاه 6 قطع، يعني 6 زي العسكري كامل بالرتب، في معاه 6 منهم موجودين. فبرضه ده بيخلينا نقول لازم نبقى اكثر حرصا.